سيداتي وسادتي، أهلا بكم. خيم الحزن والأسى على مدينة الدار البيضاء قبيل ساعات قليلة من آذان الإفطار إثر حادثة سير مروعة أودت بحياة شاب في مقتبل العمر. كان يسارع الزمن لتقديم خدماته كعامل توصيل عبر تطبيق جلوفو. الحادث لم يكن مجرد اصطدام مروري عابر، بل صرخة ألم جديدة تعيد إلى الواجهة نقاشا مسكوتا عنه حول حقوق هذه الفئة. وفي تفاصيل الواقعة الأليمة، كان الضحية بصدد أداء مهامه اليومية وتوصيل أحد الطلبات حين اصطدمت دراجته النارية بشاحنة من الحجم الكبير في أحد الشوارع المكتظة بالعاصمة الاقتصادية. الشهود من عين المكان أكدوا أن الشاب فارق الحياة فورا نظرا لقوة الاصطدام وسط صدمة كبيرة من المرة وزملائه الذين هرعوا إلى المكان. وقد تم نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات، بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤولية القانونية. هذه الفاجعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما بقيت ظروف العمل على حالها، فعمال التوصيل أو ما يعرف بفرسان الشوارع يواجهون ضغوطا رهيبة لإتمام الطلبات في وقت قياسي، خاصة في ساعة الذروة الرمضانية. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن غياب الحماية الاجتماعية والتأمين الشامل لهؤلاء الشباب يجعلهم في مواجهة مباشرة مع الموت. فشركات تطبيقات التوصيل وعلى رأسها جلوفو ما زالت تواجه انتقادات حادة بسبب اعتبار هؤلاء العمال متعاونين مستقلين وليسوا أجراء، مما يعفيها قانونيا من التزامات اجتماعية وصحية عديدة. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.